تهيألي كده مفيش حد بيختلف عن كيليان امبابي. واحد من احسن 3 لعيبه في الجيل ده، ان ما كانش احسنهم. ولكن بجد بجد لازم ينبط ويبطل كلام ويبطل يسمع اللي فايزه، والا هيبقى بالوتيلي الجديد. بس قبل ما نخش في الكلام على مبابي ومشاكله وهل هيروح ريال مدريد ولا زي كل مره مش هيروح، عايز اتكلم عن مفاجاه ظهرت في ترتيب اغلى فرق في العالم. ترتيب اغلى فرق العالم بيقيس القيمه السوقيه للعيبه اللي موجوده في كل فرقه، وده طبعا مختلف عن ترتيب اغنى فرق العالم. طب القيمه السوقيه دي لكل لاعب بتتقاس ازاي؟ طبعا لو اللاعب لسه متباع من فرقه للتانيه فالقيمه السوقيه بتاعته واضحه، السعر اللي اتباع بيه. طب اللعيبه اللي ما اتباعتش او اللعيبه اللي بقالها فتره في نواديها، بيجوا في الاول طبعا يقيسوا جوده اللاعب، وده طبيعي. وبعدين بيشوفوا سنه، بيشوفوا فاضل له قد ايه في عقده، وفي الاخر وللاسف جنسيته، بالذات لو كان اللاعب ده انجليزي او فرنساوي. فمثلا احسن لعيب خط وسط مهاجم الموسم اللي فات في العالم كله كان كيفن دي بروين، وكسب مع مانشستر سيتي كل حاجه. ولكن بحكم سنه وانه قرب يخلص، فهنلاقي ان لاعب مثلا زي مارتن اوديجارد اللي بيلعب في نفس مركزه اغلى من دي بروين. فلو رحنا شفنا الموقع اللي هو ترانسفير ماركت اللي بيقيس القيمه السوقيه لكل اللعيبه اللي في العالم، هنلاقي ان في الترتيب الجديد ده المفاجاه اللي اتكلمت عليها مفاجاه بصراحه لا انا ولا اي حد كان ممكن يتوقعها حتى من سنه ولا اتنين فاتوا، وهي ان اغلى فريق في العالم كله حاليا واغلى سكواد في العالم كله هو فرقه ارسنال، اللي بعد ما يتم صفقاته بتاعت داكلان رايس ويوريان تيمبر الاسبوع الجاي هيعدي نادي مانشستر سيتي ويبقى قيمته مليار وربع يورو، ويبقى هو وسيتي الفرقتين الوحيدين في العالم كله اللي معديين المليار. انا قلت انها مفاجاه ومعظم الناس هتشوف انها مفاجاه، ولكن لو جينا فكرنا فيها كده بمنطقيه هنلاقي ان الموضوع طبيعي جدا. ارسنال بقاله سنتين تقريبا ما بيجليش في سوق الانتقالات وبيشتري لعيبه كلها بتنجح وكلها تحت سن 25 سنه، فطبيعي ان اللعيبه دي سعرها يزيد. يعني مثلا من سنتين ارسنال اشترى مارتن اوديجارد من ريال مدريد ب 30 مليون يورو بس. مارتن اوديجارد حاليا سعره 90 مليون يورو، ده غير طبعا اللعيبه الصغيره اللي طلعها من الاكاديميه، زي مثلا اغلى وينج يمين في العالم كله حاليا بوكايو ساكا اللي ما كلفش ارسنال مليم علشان يشتريه. الكلام ده كله بقى لو يورينا حاجه يورينا ان الدوري الموسم الجاي هتبقى المنافسه برضو غالبا ما بين ارسنال ومانشستر سيتي، وممكن تبقى برضو نفس المنافسه دي في دوري الابطال. طبعا الترتيب ده وارد جدا يتغير في خلال الميركاتو بتاع الصيف، لان مانشستر سيتي كده لسه ما نزلش بتقله، وسعر جفارديول لسه ما اتضافش على الليسته، وريال مدريد لسه ممكن يجيب كيليان امبابي. امبابي امبابي بصراحه ابتديت ازهق منه. لا، ابتديت ايه، هو انا زهقت منه وناس كتير جدا زهقت منه من مشاكله والقصص اللي دايما حواليه. يجي مره يزعل في المنتخب ويتقمص من اوليفيه جيرو، ويجي بعد كده يعمل مشاكل في المنتخب انه مش عايز يتصور في اعلان فراخ كنتاكي الراعي الرسمي للمنتخب، ومشاكل الوكيل بتاعه اللي هو امه فايزه. وطبعا اكبر مشكله واكبر قصه بتاعت كل صيف هي هيروح ولا مش هيروح ريال مدريد. مبابي طلع من كام يوم كده في حديث صحفي وقال باللفظ كده انه ما يعرفش فين المشكله في باريس سان جيرمان وليه ما بيكسبوش دوري الابطال، وان هو عن نفسه عامل اللي عليه ولكنه ما يقدرش يعمل المعجزات. وبعد 5 دقايق من الكلام عن نفسه قام مخلص وقايل انه عارف ان باريس سان جيرمان ده نادي بيثير الجدل. طبعا الكلام ده ما بسطش لعيبه كتير في النادي، وما بسطش طبعا رئيس النادي ناصر خليفي اللي طلع قال لو امبابي هيفطس كده ويمشي يجيب حد يدفع لنا 200 مليون يورو ويمشي. وهي دي بقى اكبر عقبه في صفقه انتقال كيليان امبابي لريال مدريد. تقريبا كده ما فيش نادي في العالم يمكن باستثناء نيوكاسل يعرف يدفع تمن امبابي اللي ممكن يعدي 200 مليون يورو، ومرتبه اللي هيبقى حوالي 3/4 مليون يورو في الاسبوع على الاقل. فناصر الخليفي قال ان مبابي كان مديهم كلمه انه هيجدد معاهم العقد الصيف ده عشان يتباع الصيف الجاي، ولكن مبابي شكله مش ناوي يجدد عشان يعرف يمشي في اخر الموسم ببلاش لريال مدريد. الحاجه اللي بسببها الخليفي طلع وقال ان مستحيل النادي يوافق ان احسن لاعب في العالم على حسب كلامه يمشي ببلاش بعد كل اللي اتدفع فيه. وبصراحه مع حق. انا معرفش مشكله مبابي دي ممكن تتحل ازاي، ما هو الريال لو كان يعرف يخلص الصفقه كان خلصها من بدري، وواضح كده ان متقال له من تحت لتحت ما تقعد لك السنه اللي فاضله دي وتجيلنا ببلاش ونديك بقى مكافاه
امضة عالية ومرتب عالي وتقب على وش الدنيا كده، بدل ما انت بتاخد 600 ألف يورو بس في الأسبوع في باريس سان جيرمان. لكن دي تبقى مشكلة رهيبة لناصر الخليفي وبي اس جي، ان لاعب زي ده يمشي كده بلوشي. فهل بقى زي كل مرة كده هيتدخل ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا وبين قوسين كده يقنع امبابي انه يجدد؟ ولكن حتى لو جدد ما هنلاقي نفسنا تاني في نفس المشكلة دي بعدين، وعادي جدا ومش هستغربها لو لقينا امبابي ابتدى يتزربن ويتقمص ويبتدي يلعب زي الزفت في النادي عشان يزهقهم ويضطروا ان هم يبيعوه بأي ثمن، بس علشان يخلصوا منه ومن قرفه هو وفايزة. وبجد كل الشوشرة دي بتهدد مستقبل لاعب كان المفروض يكون هو خليفة كريستيانو رونالدو وميسي في الملاعب، ولو ده حصل بجد تبقى خسارة. فخلينا نشوف اخرتها مع مبابي ايه، واشوفكم الحلقة الجاية.